السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فإن المغرب قد احتل المنطقة الجنوبية من الصحراء الغربية، ويقول المغرب الآن إن استعمار هذه المنطقة قد انتهى عن طريق احتلال هذه المنطقة. والآن أعطي الكلمة لسعادة ممثل المغرب. تفضل. سعادة ممثل الجزائر قد تحدث عن عام 1975، ولكن أعتقد أن ذاكرته لا انتقائية، لأنه إذا كانت هناك دولة قد اقترحت تقسيم المنطقة الصحراء فقد كان الرئيس السابق بوتفليقة رحمه الله عندما تحدث مع المبعوث الخاص السيد بيكر في عام 2002 واقترح أن تقسم منطقة الصحراء بين المغرب والمجموعة المسلحة التي أنشأت وتمول وتسلح من جانب الجزائر، وقد رفضت المغرب ذلك لأنه بالنسبة لنا سلامة الأراضي لا واحدة، والشعب منطقة الصحراء لا شعب واحد، والمغرب بالتالي لا يمكن أن يقسم الصحراء أو أن تؤخذ منه الصحراء. وهذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية سيد الرئيس، إنني أتفهم أن سعادة ممثل الجزائر ممكن قد تحدث عن التنمية الاقتصادية، وذلك لأن دولته تغار من النشاط الاقتصادي الذي تعيشه منطقة الصحراء. منطقة العيون والدخلة قد تطورت بشكل كبير، أكبر من المناطق الجزائرية التي تحررت منذ أكثر من 60 عاما. إن الشعوب في هاتين المنطقتين لا تكونان في الصف من أجل الحصول على الدقيق أو من أجل شراء الموز، والشعب الصحراء يمكن أن يتحرك بحرية وأن يتقدم بملاحظات حتى أمام الإعلام الجزائري، وذلك دون أي مضايقات وبدون أي شواغل. إن الشعب هناك يشارك في الحياة السياسية، ويمكن أن يترك المغرب وأن يعود إلى المغرب. الشعب هناك يمكن أن يشارك في التحرير السياسي كما قلت، ولكن هذا لا يحدث في الجزائر، حيث تغلق قنوات التلفاز ويتم احتجاز النشطاء السياسيين، بل وإن منظمات حقوق الإنسان يتم حلها والأحزاب السياسية يتم حلها أيضا. وبالتالي أين تلك الحرية التي يتحدث عنها سعادة ممثل الجزائر؟ لذا أقول إننا أحبطنا حقا. كنت أتمنى يتقدم بهذه الملاحظات أمام هذا الجمع الكريم، لأنه إذا كان بيتك من زجاج لا يجب أن تقوم بقذف الحجارة على الآخرين. أعطي الكلمة لسعادة ممثل الجزائر. إذا كانت الجنة حقا موجودة في منطقة الصحراء الغربية، فلماذا يتم رفض حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية؟ أطرح عليكم هذا السؤال. صوت الشعب من أجل إدراجه في مملكة المغرب، فإن الجزائر لن تقول أي شيء، لن تنبس ببنت كلمة. تحدث عن حق تقرير المصير، هو يتحدث دائما عن ذلك، ولكن إذا ما تبعنا قرارات الأمم المتحدة ليس هناك فحسب القرار 1514، هناك القرار 1541 وقرارات أخرى، وهذه القرارات لا تشير إلى أن الجزائر تود أن تنشئ هذه الدولة من أجل أن تصل إلى المحيط الأطلسي. وبالتالي إذا كانت الجزائر تدافع عن هذا المبدأ هناك الكثير من الدول، 193 دولة، ولكن إذا ما اعتمدنا ذلك سوف تكون هناك 600 دولة، والجزائر لن تكون دولة واحدة بل سوف يكون هناك 3 جزائر. وبالتالي الحق في تقرير المصير هو حق خاطر عندما نلوح به أمام الآخرين ونرفضه للآخرين. وفيما يخص البوليساريو وفيما يخص الحرية والجنة، نحن لم ندعي أبدا أن منطقة الصحراء لجنة، هي عبارة عن أراضي مغربية بها ديمقراطية واحترام الحقوق والنظام، منطقة ينتخب فيها الشعب ممثليه. أما الجزائر فهي تأتي هنا وتتحدث وتأتي
ممثلين لهيئات انتخبوا فيها منذ 45 عاما. لم تكن هناك ديمقراطية بتاتا، هم لم ينتخبوا من جانب الشعب، بل قد تم أو اختارتهم الحكومة الجزائرية، في حين أن المغرب عندما نرى من يمثلوها هنا ومن يأتون هنا للتحدث فإنهم أولئك الذين انتخبهم الشعب، من اختارهم الشعب وليس